ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وزي الفل. النهارده انا طالعه اكلمكم. بصوا من الجنينه، اخيرا اخيرا الجنينه ظهرت. انا بظبط لكم فيديو والله ليها عشان تشوفوا. يعني انا مصوره لكم حاجات من واحنا بنظبط فيها لحد ما وصلنا لكده، ولسه برضو فيها تغييرات بتحصل. فيعني لسه احنا بنجهز لها فيديو حلو. ولكن النهارده انا طالعه اكلمكم في موضوع ناس كتير سالتني فيه. يا نشوى، انت جبتي عمو وطنط عندك ازاي؟ انت جبتي بابا وماما عندك هنا ازاي؟ انا عارفه انه اكيد موضوع يهم ناس كتير، لانه في ناس معاهم جرين كارد او ناس معاهم الجنسيه، وعايزين يجيبوا اقارب درجه اولى، اب وام يعني زياره هنا. فانا حبيت اطلع اوضح شويه حاجات عن انا ازاي او ايه الخطوات اللي عملتها عشان اجيبهم هنا. فتعالوا يلا بقى بينا نبدأ الفيديو، وهاخدكم وأقعدكم في المكان اللي احنا هنقعد فيه بعد كده نصور فيديوهاتنا. انا اللي هيقول لي ايه الشياكة والأناقة وانت رايحة فين كده بفساتينك؟ معزومة على عيد ميلاد واحدة صاحبتي، عازمة جروب بنات مع بعض على عيد ميلاد في البيت عندها. يعني قلت فرصة حلوة أطلع أكلمكم قبل ما أروح. أنا قدامي حوالي ساعة على الميعاد، فقلت أطلع أكلمكم كده ونتكلم في الموضوع اللذيذ ده. فيلا بينا. اهلا بيكم. ده المكان الجديد اللي هنصور فيه بعد كده، تعودوا عليه. آه، يعني طالما الطقس يسمح بان احنا نقعد بره. المكان ده برضو هوريه لكم. ده مكان بابا ظبطه هنا جنب البيت، في زاويه جنب البيت كده، عشان لو يعني بنشوي جنب الجريل او قاعدين فتبقى القعده لذيذه، وجنب البيت بالظبط. ف هوريكم كل حاجه، انا هوريكم كل حاجه. بس قبل اي حاجه تعالوا اعرفكم الاول انا ازاي قدمت لبابا وماما على زيارتهم هنا. في ناس كتير بعتت لي وسالتني، وانا طبعا متفهمه. الناس لما بتبقى عايزه تجيب حد هنا او عايزه تقدم لحد هنا بتبقى عايزه تمشي خطوات مظبوطه، لان الغلطه في الحاجات دي بتاخر الكيس شويه حلوين. طبعا قبل اي حاجه انا عايزه اقول ان انا مش محامي هجره، ولا دارسه اي حاجه في الحاجات القانونيه دي خالص. دي كلها تجربه شخصيه انا بحكيها وبقول لكم انا عملت فيها ايه. لو تساعدكم بحاجه، تدلكم على حاجه، لكن هي مش امور قانونيه ولا مدروسه. لو في اي حاجه انت شاكك فيها انصحك جدا تروح لمحامي هجره او مكتب ناس بتفهم في الحاجات دي عشان الموضوع يبقى مظبوط. ولكن انا في حالتي انا هقول لكم التجربه اللي انا مريت بيها ومشيت فيها، لانها كانت كيس يعني زياره. واحده معاها الجنسيه عايشه هنا وبتقدم لاهلها يجوا لها زياره عشان يشوفوها ويشوفوا اولادها. فبيعتبر البيرفكت سيناريو او السيناريو الامثل لنوع الفيزا اللي انا قدمت عليها، اللي هي الفيزا الزياره او الفيزا السياحه لوالدي ووالدتي. انا عملت كل حاجه لوحدي بنفسي. يعني انا ما مشيتش مع مكتب وما شفتش حد يقدم لي ولا حاجه. انا من النوع اللي بقرا كويس جدا عن الحاجه قبل ما اعملها، ولان انا اتشجعت شويه وقلبي جمد شويه في الموضوع ده، لان انا قدمت لنفسي بنفسي على الجنسيه ورحت ذاكرتها وامتحنتها من الالف للياء. ودي حاجه انا فخوره بيها جدا، لان هي حقيقي يعني خطواتها مش اسهل حاجه، ابلكيشن كبيره جدا. وانا عملت كل حاجه اونلاين. ميزه الاونلاين انه بيسهل شويه في الاجراءات غير المعاملات الورقيه. انا مشيت في الاجراءات كلها من الاول للاخر لحد ما رحت امتحنت واخدت الجنسيه منهم. فانا اتشجعت شويه في الموضوع ده، قلت يعني اللي يخليني اعرف اخد الجنسيه اكيد هعرف اقدم لهم على فيزا. فانا بس قبل ما اعمل اي حاجه انا قريت كويس جدا عن الموضوع. يعني انا دخلت على الموقع الرسمي بتاعهم، ما عنديش اي مصادر تانية غير الموقع الرسمي بتاعهم. الموقع الرسمي بتاعهم هو الدليل الاول والاوثق، هو بيشرح كل حاجه بالتفصيل الممل، بدايه من نوع الفيزا اللي انت عايزاها، يعني شارح كل فيزا وكل الغرض منها ايه. انا قريت كويس جدا وعرفت نوع الفيزا اللي محتاجه اقدم عليها، عرفت اسم الابلكيشن، عرفت النموذج، عرفت انه بيتقدم لكل واحد لوحده على حده يعني. بس بتربط الابلكيشن دي بالابلكيشن دي، يعني بيتربطوا مع بعض. ليها رسوم ورسومها حوالي $180 لكل واحد. بتندفع بطريقه معينه، يا اما اونلاين يا اما عن طريق البنوك اللي المساهمه او المشاركه مع السفاره. وبعدين بيتحدد ميعاد المقابله، وعرفت الاركيتكتشر كده، يعني عرفت الهيكل كله هيمشي ازاي. تفاصيل بقى دي خطوات كتير وتفاصيل كتير وبتعرفيها بالقرايه، يعني بانك تقراي
بتفوتيش ملاحظه مكتوبه تحتها كده في جنب كده في كورنر كده الا لما اقراها وابقى منتظره وعارفه انا بعمل ايه. لما قريت ودخلت على الموقع بتاعهم عرفت ان نوع الفيزا هي فيزا زياره او فيزا سياحه نوعها B2، ودي بتستخدم للزيارات العائليه او السياحيه. يعني هي من اسمها يا حد بيزور حد يا حد رايح داخل البلد سياحه، يعني يتفسح يتفرج على حاجه يشوف مناظر معينه اماكن معينه، معزوم على فرح، واحده عازمه اختها على فرحها، اللي هي هي الاسباب العائليه او الزيارات او لغرض السياحه. او العلاج، في ناس بتيجي تتعالج هنا بتقدم اوراق تثبت ان هم عندهم كيس معينه ومتواصلين مع دكاتره هنا او مستشفيات هنا وهم جايين بغرض العلاج. عشان كده بنشوف مشاهير كتير وبنشوف ناس كتير بتسافر بره بغرض العلاج يتعالجوا بره. هو ده نوع الزياره برضو او نوع الفيزا اسمها B2. لان انا جايبه ابويا وامي يزوروني ويزوروا ولادي، فكان هي دي النوع الصح بتاعها اللي هي B2. تاني حاجه ان احنا بنملى ابلكيشن او نموذج اسمه DS 160 DS 160. يعني انتوا هتعرفوا لما تدخلوا على الموقع وتشوفوا امشوا معاهم خطوه بخطوه هتعرفوا بالظبط. كمان بتعملوا اكونت برقم الباسبور وبتعملوا له طبعا باسورد. لازم قبل اي حاجه يكون الاب والام او الوالدين او الناس اللي انت هتجيبهم يبقى معاهم باسبور، ده رقم واحد هتحتاجه في تملى الابلكيشن. لازم تدخلوا على الموقع الرسمي بتاعهم وتشوفوا النموذج وتملوه وتمشوا معاه خطوات بقى واحده واحده. تقريبا بتعملوا اكونت بباسورد تكتبوه في حاجه وبيبقى معاكم عشان هيفضل معاكم على طول الخط. ولازم نبقى عارفين ان كل واحد فيهم له ابلكيشن خاصه بيه، ابلكيشن طويله. طبعا الابلكيشن بالانجلش. بيبقوا عايزين يعرفوا بقى تاريخ حياتهم كلهم، يعني من بدايه من تاريخ الميلاد للجيش، اللي يخلص جيش امتى. انا فاكره ان كان في سؤال من ضمن الاسئله في الابلكيشن بتاع بابا كان ايه تخصصه في الجيش، يعني كان يعني جيش في انهي فئه يعني. فبنكتب كل التفاصيل اللي احنا نعرفها واللي نفتكرها ونسالهم ونبقى متاكدين كويس جدا من معلوماتنا. لما بتخلص الابلكيشن وبتملاها كلها في الاخر كده بيبقى في اوبشن يقول لك لو انت عايز تضيف فرد عيله كمان، او يعني بتعمل لينك للابلكيشن ده ابلكيشن تانية علشان خاطر يبقوا الاثنين كانهم مقابله واحده. الفيزا بتجيلهم هما الاثنين مع بعض، يعني كانك بيبقوا الاثنين مسافرين مع بعض. فما تنسوش الاوبشن ده مهم جدا عشان ما بتخرجش منه وترجع تبتدي من الاول. هو الابلكيشن وفي الاخر بيقول لك هو في حد تاني، مش فاكره صيغه الاوبشن بس يعني في اوبشن انك تعمله لينك بحد تاني وتملوا الابلكيشن برضو لو انت كنت عملت الاول لبابا يبقى التاني بيتعمل لماما وتكمل برضو كل البيانات. بتخلص ده كله بيدخلك على الخطوه اللي عليها الدور. لما بتملى كل الابلكيشن بيسالك في الاخر هل انت مليتها حد ملاها لك بالنيابه عنك. يعني هو بيعتبر ان اللي ملى الابلكيشن ده الشخص والناس اللي هي رايحه وداخله البلد. ففي اخر الابلكيشن بيسال يقول هل في حد ساعدك في الابلكيشن دي او حد ملاها بالنيابه عنك. فانت طبعا بتختار ايوه لو انت اللي بتملاها بالنيابه عن والديك. يعني لو باباك ومامتك الاثنين هم اللي انت بتقدم لهم ماشي انت بتملى لهم الابلكيشن، بس لازم يتعرفهم الحقيقه علشان ما يبقاش في نوع من انواع التزوير يعني. فانت بتملى الابلكيشن بالنيابه عنهم ايوه عشان هو بالانجلش، عشان هم مش بيعرفوا يتكلموا انجلش او ما بيعرفوش يتعاملوا بالانجلش عادي جدا. بس في اخر الابلكيشن تقول كده، تقول ايوه انا في حد ملى الابلكيشن ده بالنيابه عني وهتكتب بياناتك انت بقى الشخصيه. طبعا اصلا من ضمن الابلكيشن وانتوا بتملوها انت رايح فين ورايح عند مين ورايح تزور مين. طب حط بياناته، رقم الباسبور بتاعه، هو معاه الجنسيه ولا معهوش الجنسيه، هو عايش فين، بيته فين، بيعرف كل حاجه. المصاريف دي مين اللي متكفل بيها. فانت بتتعامل كانك انت المسؤول، انت اللي هتاخدهم من المطار وانت اللي هتستلمهم، هم قاعدين عندك، هم يعني انت هو كانك انت السبونسر بتاعهم او الراعي بتاعهم علشان تبقى يعني الدنيا تمام. فلو انت بتملى الابلكيشن بالنيابه عن والدك ووالدتك ففي الاخر بتختار ايوه بتتشك ان في حد ساعدني في ملء الابلكيشن. مين اللي ساعدك في ملء الابلكيشن؟ تكتب بقى بياناتك انت الشخصيه اللي هو انا ابنهم اللي ساعدتهم. في اوبشن بقى في الاخر خالص ان هم حتى لو انت اللي مليت الابلكيشن بالنيابه عنهم لازم هم يمضوا او يصاينوا يعني الكترونيكلي حتى
بان كل البيانات اللي انكتبت بالنيابه عنهم دي صحيحه وسليمه. انا عايزه اقول لكم في الوقت ده انا لما عملت الابلكيشن كلها وكتبت كل البيانات وجت عند النقطه بتاعه الوالد والوالده يمضم، هي الكترونيك سيجنتشر، يعني هي تكه كده تكه كده على الكيبورد ان هم ايوه احنا قرينا وايوه احنا نتكفل بالاجابات اللي هو كتبها، واحنا نتعهد ان اللي انكتب في الابلكيشن ده صحيح بالنيابه يعني بالنيابه عننا. عايزه اقول لكم ان انا كنت في نازله اجازه في مصر عشان خاطر فرح اختي احضره، وحبيت ابقى ماشيه مظبوط 100%، وما رضيتش ان انا اللي اصين بالنيابه عنهم ولا اي حاجه. لما نزلت الاجازه في مصر وكنت نازله فرح اختي، خليت بابا وماما هم اللي يصينوا فعلا بنفسهم، والابلكيشن تتملي وتبقى كومبليت وانا في مصر بالنيابه عنهم. هي تكه كده اللي هي اوكي او اي ابروف او انا اي ساين تقريبا حاجه كده يعني. طبعا لو ما فيش مجال ان انت تنزل بنفسك لحد مصر عشان الوالد والوالده هم اللي يمضوا، في اوبشن ان هم يفتحوا الاكونت من عندهم، لانه كل حاجه بالاكونت، انت هتبقى اوريدي عملت اكونت وحفظت الباسورد بتاعه. في اوبشن ان هو هم ياخدوا الاكونت يفتحوه من عندهم ويعملوا اكسبت او يعملوا ابروف على الابلكيشن. في حالتي انا كنت كده كنت نازله مصر، فقلت خلاص انا هفتحها هناك بنفسي وهم يمضوا عليها وانا موجوده. ولما فعلا عملوا الابروف ومضينا عليها، دخلنا في الخطوه اللي عليها الدور. وانت كل ما بتخلص مرحله بيدخلك في مرحله، مش هيدخلك المرحله الجديده الا لما تبقى المرحله الاولانيه تمام. فلما الابلكيشن تمام خلصت وعملناها ورفعناها، دخلنا على المرحله الثانيه وهي كانت دفع الرسوم بتاع الفيزا. وانا كنت في مخيلتي ان انا هدفع الرسوم يا اما بالاونلاين، بيانات الكارد بتاعتك او الكارت الالكتروني بتاعك وهتدخله وهم خلاص هياخدوا الفلوس، او كنت متخيله ان هي هتدفع في السفاره، لما تروح وتعمل الانترفيو هناك هتدفعها في السفاره، يعني الكلام على قديمه يعني. ولكن ما حصلش كده، الفلوس بتندفع بتاع الفيزا قبل حتى ما يتحدد لك ميعاد المقابله. عايزه اقول لكم انا لحد اللحظه وانا بقدم انا مش عارفه انا ماشيه صح ولا غلط، مش عارفه انا يعني انا ماشيه مع الطياره، عارفين اللي هو انا ماشيه مع الخطوات وخلاص، الله اعلم بقى اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. لحد ما دخلنا على المرحله بتاعه الدفع. لما دخلنا مرحله الدفع قالوا لنا ان الدفع هيبقى في بنك من البنوك المتعاونه مع السفاره، واعتقد ان هو كان بنك CIB. بتمشي مع الخطوات بتاعته، ففي الاخر بيديك زي باركود او بيديك حاجه بيمنت انفورميشن كده، ويقول لك هتروح على البنك ده الفرع ده وهتدفع الفلوس، هتوريهم الباركود وهم عارفين طبعا الكلام ده انها فلوس فيزا. فروحنا فعلا واخدنا دور، ووقتها انا دفعت بالدولار، انا مش فاكره ان انا حولت فلوس، انا دفعت بالدولار. كان والدي معايا يومها، يعني انا كنت فاهمه ان انا هروح هيقولوا لي فيزا مين وفلوس ايه وانت بتعملي ايه، انت مضحوك عليكي. بس الحمد لله طلع الخطوات كلها مظبوطه. ولما رحنا اديناهم الورقه الباركود بتاع الابلكيشن، طلع له ان هم شخصين 2. وسالته يعني الاسمين الاتنين موجودين، قال لي ايوه دول الاتنين، ايوه هتعملي كذا، ايوه هي الفلوس كذا، ايوه، واخد الفلوس. حتى وقتها كان في ورقه من الفلوس $100 زي عليها خربوش قلم بسيط كده خالص، مرضيش ياخدها، واضطريت ان انا اديله ورقه تانية او يعني اتصرف بورقه تانية. يعني هم حريصين جدا ومفيش مشكله، الحمد لله تمت على خير. خدنا ورقه كده ريسيت بالدفع، ودخلنا بقى على المرحله اللي عليها الدور، او الخطوه اللي عليها الدور كانت ان انا احجز ميعاد في المقابله. وميعاد المقابله بتاع السفاره ما بيدخلكش عليها الا لما توريه الباركود اللي انت دفعت بيه او الوصل اللي انت دفعت بيه. ومن ضمن التعليمات اللي موجوده على الموقع كويسه جدا وعماله تتكرر، انه الوصل ده ما يضيعش منك، الوصل ده يخليه معاك هتروح بيه المقابله، فالوصل اللي هتدفع بيه في البنك الناس هتروح بيه المقابله. دخلنا على الخطوه اللي عليها الدور، كان تحديد الميعاد. واحنا بنحدد الميعاد، كان الميعاد الاقرب ميعاد ليهم كنت انا هبقى خلاص سافرت، اجازتي خلصت ورجعت هنا. حددت لهم الميعاد، جهزت لهم الورق، الوصله يا جماعه، صور الباسبور بتاعتي. الميعاد لما بتحجز ميعاد اونلاين بيجي لك ايميل، لان كله مربوط بالايميل بتاعك، هيجي لك ايميل كونفirmation ايميل بالابوينتمنت. الكونفirmation ايميل ده هينطبع وهياخدوه معاهم برضو، لانهم هيشوفوه وهم على باب السفاره بره، يعني هم حتى لسه ما دخلوش، هيقولوا لهم انتوا فين التاكيد ان انت معاك ميعاد هنا. فالكونفirmation ايميل ده هينطبع وهياخدوه معاهم، بيبقى مكتوب فيه اسمهم ومكتوب فيه بياناتهم
وبيبقى له باركود كده هيسكنوه على باب السفاره قبل ما يدخلوهم اصلا. كان معاهم الوصل، وكان معاهم الكونفirmation ايميل، ومعاهم طبعا الاوراق بتاعتنا كلها اللي تدعم الموضوع، الباسبور بتاعي، باسبورات الولاد. انا كنت كاتبه جواب كده، خطاب يعني بخاطب فيه القنصل ان انا اللي عايزه اخدهم وانا عايزاهم، ودول والدي ووالدتي وجايين يزوروني وجايين. انه الموضوع انا كنت يعني محضره له كويس جدا، ومديهم كل الاوراق والمستندات اللي تثبت ان انا تمام، انا موجوده هنا، انا شغاله، انا عندي بيتي، انا عايزه اجيبهم، انا ولادي، انا يعني كل اللي سبورت الكيس بتاعتي كانت معاهم. انا مش متذكره ان كانت في حاجه تانية ولا لا، بس انا عايزه اقول لكم ان كل حاجه مذكوره على الموقع. نسيت اقول لكم في خطوه من الخطوات، وكان في خطوه تقريبا في الخطوه الاخيره واحنا بناخد ميعاد، وبيطلب منك ان انت تختار اقرب ارامكس ليك، شركه شحن ارامكس، تدخل فيها بياناتك برقم الباسبور، برقم الباسبور بتاع الناس اللي هيجي عليهم التأشيرة، يعني رقم باسبور والدك ووالدتك او والدك بس او والدتك بس، علشان هو هيتربط بيهم. لما يجي الباسبور على ارامكس بالتأشيرة هيتواصلوا معاك او انت هتروح تاخده منهم. هو في الخطوات وانت بتعمل الخطوات دي اونلاين كده، في من ضمن الخطوات دي قبل ما يدخلك على الخطوه اللي عليها الدور هيقولك بليز ادخل على اللينك ده ودخل باسبورك واعمل اكونت ولينك على الارامكس، واختار اقرب ارامكس عايز الباسبور بتاعك يجي عليه من السفاره، لان السفاره بتاخد الباسبورات منك. لو وافقت على الفيزا بتاعتك بتاخد الباسبورات منك وبتشحنها لك وهي مختومة بالفيزا. ده الملخص بتاع الخطوات اللي احنا عملناها او اللي انا عملتها عشان اقدم على بابا وماما ان هم يجي لهم زياره. فاست فورورد بقى، يعني لحد ما راحوا عملوا المقابله، انا كنت موجوده هنا، هم كانوا في مصر بتوقيتي انا هنا، احنا كنا بالليل، كانت الساعه 1 بالليل عندي، طبعا مش عارفه انام. هم راحوا عملوا المقابله، الميعاد بتاعهم، الباتش بتاعتهم، الجروب بتاعهم كان جروب الساعه 9، بس طبعا على ما بيجي دورهم وعلى ما بيدخلوا والتفتيشات والاجراءات وبيصوروهم جوه الصور الصغيره وكل الاجراءات، وعلى ما يجوا دورهم بيقعدوا يجي 3 4 ساعات في السفاره. يعني يوم بيبقى طويل، ويوم بيبقى صعب، ويوم بيبقى شدة اعصاب. لو احكي لكم بقى على المقابله وشكلها وحيثياتها من وجهه، من حكاوي بابا، دي قصه تانية. انا ممكن احكي لكم ايه اللي حصل معاهم في المقابله، او ممكن اطلع لكم بابا بنفسه يحكي لكم ايه اللي حصل معاه في المقابله. بس يعني كملخص للموضوع، قنصل يا جماعه ما بياخدش القرار هوائي او كده، يعني وليد اللحظه. يعني الناس دي بتعمل باك جراوند شيك على الناس اللي موجوده هنا، يعني بيعملوا فحص خلفيه شديد جدا ومفصل جدا على الناس اللي انت رايح لهم، والكيس بتبقى مدروسه من قبل ميعادك بكتير. يعني هو مش جاي يتفاجئ بالكيس بتاعتك وانت قاعد، ده درس الكيس بتاعتك ودرس الموضوع كله من قبل انت ما تروح. تمام، عشان كده انت بتاخد وقت على ما بيجي ميعاد المقابله بتاعك. اللي بيحصل بقى في الفتره دي اجراءات كتير جدا، بيبقوا عملوا باك جراوند شيك عندك، يشوفوا الناس اللي انت رايح عليهم دول ايه، دول مخالفين القانون باي شكل من الاشكال ولا لا، معاهم الجنسيه ولا معاهمش. انا معرفش هل الجنسيه بتساعد وبتسهل شويه ولا ما بتفرقش اللي معاه الجنسيه عن اللي معاه الجرين كارد. انا بصراحه مش متاكده، بس اللي انا عارفاه ان اكيد الجنسيه بتقوي الموقف جدا. لو انا معايا الجنسيه واولادي معاهم الجنسيه واحنا امريكان وبقول انا عايزه والدي ووالدتي يجوا يزوروني، مفيش حاجه اسمها لا. لو انا شخص تمام ملتزم بالقانون، مواطنه صالحه، بدفع ضرايبي، مفيش عندي مشاكل. طبعا انا سجلي فل الحمد لله. انا شغاله تبع الستيت، وظيفتي وشغلي ان انا اكون شغاله تبع الستيت في نيويورك، او ان انا ابقى شغاله تبع ولايه نيويورك، مقوي موقفي جدا. عندي بيتي هنا، مش قاعده في شقه صغيره. طب هنقعد فين؟ طب لا، المكان واسع، والمكان يعني يسع ان الناس تيجي. ده كله قوى الموقف شويه وساعد، بلس بقى ان انا معايا الجنسيه وجوزي معاه الجنسيه واولادي معاهم الجنسيه، فالموضوع اكيد يعني احنا بالنسبه لهم المثال الامثل للناس تقدم على بعض وانها تيجي تزور بعض. ظروفي الحمد لله ساعدت. انا بقول برضو انه هم ما بياخدوش القرار وليد اللحظه، هم بيدرسوا من الكيس كويس جدا، بيتاكدوا من كل البيانات اللي اتكتبت في الابليكيشن دي، اللي اتكتبت في النموذج ده، اتاكدوا منها في كل حاجه. اتاكدوا من العنوان بتاعي اللي انا كاتباه اللي هم هيجوا عليه، اتاكدوا من الشغل، نوعيه الشغل اللي انت كاتباه ده اتاكدوا. وبيظهر تقرير مفصل عني وعن حياتي، ده اللي قراه القنصل ساعه المقابله. يعني ووالدي ووالدتي دخلوا عليه،
طبعا والدي ووالدتي ما بيتكلموش انجلش، بيتكلموا عربي. القنصل بيتكلم عربي مكسر، او لو مش بيتكلم عربي بيبقى فيه مترجم موجود، بس والدي ووالدتي بيتكلموا عربي جدا. انا والدي دخل قال له السلام عليكم. قال له، قام ضحك وقال له عليكم السلام. القنصل عايزك شخص طبيعي، مش عايزك بتمثل. بابا بيقول لي كان في هناك ناس رايحين بالبدل ورايحين بالجرافطات وانتهى بيهم الحال ان هم خدوا رفض. الموضوع لا له علاقه بشكلك، وليهم حساباتهم وليهم نظرتهم للموضوع. طبعا أنا والدي كان متوتر جدا، وكان بيجهز اصلا يرده ليا، فيقول لي يا نشوى ما حصلش. يعني هو كان مستعد بيهيئ نفسه انه يقول لي خلاص بقى ما تزعليش، عوضك على الله، وما يعني ما تزعليش. ودخل وقال له انت رايح فين؟ انا رايحه ازور بنتي، رايحه ازور بنتي واحفادي. وماما قالت له حمزه واسيل. اللي هو ايوه احنا عارفين حمزه واسيل. السؤال اللي هو ساله له، قال له بنتك، قال له نشوى بنتي الكبيره، انت عندك اولاد تانية؟ قال له اه انا عندي ولد وبنت تانيين عايشين في دبي، انا كنت عندهم برضو في زياره، رحت زرتهم فتره وجيت، ودلوقتي انا عايزه ازور بنتي الكبيره وولادها. نشوى عندها اولاد؟ قال له اه انا عندها حمزه واسيل 2. اوكي، نشوى جنسيه ولا جرين كارد؟ ده اللي هو ساله له. قال له نشوى جنسيه. قال له معاك صوره او حاجه؟ قال له ايوه. على طول قام مجهز، قام مديله الاوراق بتاعه الباسبور بتاعي. كان باسبوري وراه باسبور احمد وباسبورات الولاد. هو بص كده فر فيهم وقال له تمام اوكي. ولسه بابا بقى هيقول له انا معايا الاوراق انها شغاله وانها مش عارف ايه، وان قال له، قام عمل له كده تمام تمام يعني خلاص استنى انت بس. وقام القنصل ملتفت للكمبيوتر اللي قدامه بيقرا التقرير او بيقرا الملخص اللي على الكيس بتاعتي. بابا بيقول لي كل اللي هو عمله، احنا باصين له بقى كده. طبعا احنا يعني مركزين معاه وهو قاعد بيقرا الريبورت او وات ايفر هو بيقرا ايه. قلت له ده تقرير، ده تقرير معمول عن الشخص اللي انت رايح له. فقرا تقارير بقى عني، بيانات عني، هي ايوه بقى لها قد ايه، هي شغاله فين، هي معلهاش، ما فيش مشاكل عليها، ما فيش كذا، ملتزمه بكذا بتاع. تقرير طبعا مفصل عني وعن اكيد زوجي وعن حياتنا، وان يعني كل الرياكشن اللي بابا كان شايفه على وشه ان هو عمال يعني ايه، عمال يقرا التقرير، وهو يعني شكله مش متضايق، مبسوط كده وبيقرا التقرير ومفيش مشكله. بابا بقى بيديله باقي الاوراق، قال له لا 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 خلاص تمام. سحب منه الباسبورات بتاعته، واخدهم قام راميهم كده، حاططهم كده في بوكس جنبه كده، بيحط فيه الباسبورات اللي هتتقبل او اللي اتقبلت. قام مديله ورقه صفرة تقريبا، وبيديله بقى يعني ورقه بالتعليمات، وقال له مبروك مبروك. طبعا هم يعني مبروك خلاص يعني تمام. قال له اه مبروك مبروك، يعني خلاص يعني تمام. بابا وقف يعني مش مصدق او مش متخيل او مش فاهم يعني. فقال له طيب الباسبورات بتاعتنا لو سمحت. قام القنصل ضاحك وقال له هجيب لك عليها التأشيرة، احنا هنجيب لك عليها التأشيرة. فبابا قال له تمام تمام اوكي شكرا شكرا. وماما قامت عامله كده وتحيا مصر، وقاموا ايه طالعين ماشيين. والناس طبعا اللي حواليهم بقوا مبسوطين وعمالين يبصوا لهم ومبروك مبروك، ويعني عارفين اللي هو ايه انجاز انجاز. التأشيرة بتيجي ب5 سنين، بيبقى ليها يعني 5 سنين صلاحية الدخول البلد، بشرط ما تقعدش في البلد اكتر من 6 شهور متواصلين، داخلين طالعين داخلين طالعين. انجاز طبعا، لان في الفتره اللي احنا فيها ديت ما حدش بيبقى ضامن حاجه، واللخبطه اللي حاصله دي ما حدش بيبقى ضامن حاجه، فكونك تقدر تاخدها. وخصوصا ان انا كنت ماشيه مع الخطوات كده اللي هو ايه، على الله كله يعني، بنجتهد وبنسعى وان شاء الله ربنا يوفقنا. كانت الفرحه كبيره لان ده معناه انه يعني والدتي ووالدي يقدروا يشوفوني ويشوفوا ولادي لما انا ببقى مش قادره انزل، او ظروف شغلي ما تسمحش ان انا انزل، او انا حياتي صعبه ان انا انزل اجازات مصر بشكل يعني اجازات كبيره او بشكل متواصل. فحسسني ان انا مش بعيده، وان انا من طاله، وان انا اهلي يقدروا يشوفوني واقدر اشوفهم في اي لحظه. لو اي ظرف مش حلو انا موجوده فيه، اقدر اقول لهم تعالوا اقعدوا معايا او تعالوا شوفوني. فكانت دي من ضمن الحاجات
الحاجات الانجازات الكبيره جدا اللي عملناها. بس فيعني حبيت اقول لكم القصه دي واحكيها لكم عشان الناس اللي حابه تعرف تفاصيل الدخول والخروج وازاي التقديم وحاجات زي كده. دوروا يا جماعه اونلاين وابحثوا كويس جدا واقروا كويس جدا وامشوا مع الخطوات واحده واحده. ولو شاكين في حاجه ومش متاكدين من حاجه نسال المحاميين، ناس بتفهم في الموضوع، علشان الخطوه ما يبقاش فيها المعلومه الغلط بتاخر الكيس قوي يعني بترجعنا ورا، واحنا مش عايزين ده. بس كده ويبقى انا كده خلصت معلومه النهارده وقصه النهارده. اتمنى يكون القصه البسيطه الخفيفه دي تكون استفدتوا منها او نفعتكم بحاجه او هتدلكم على يعني اتجاه كده تمشوا فيه. او ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الدرس الصيفي كده. ما جاتش الفرصه ان انا البسه في طول الصيف خالص، واخيرا جت الفرصه فقلت نلحق نلبسه لابسه كده قبل ما يعني انتوا شايفين الجو عامل ازاي، يعني الجو بدا يغيم والجو بدا يعني ملامح الشتاء داخله علينا، فقلت الحق البسه كده لابسه قبل ما نعينه للصيف اللي جاي. وما تقلقوش يا جماعه الجنينه ان شاء الله هتظهر معانا في فيديو لوحدها قريب. واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد المره اللي جايه، واشوفكم على خير. باي باي.